يلا بينا نعمل كعك العيد بأبسط طريقة وذوبان مفيش بعد كده. دايب بطريقة وكعكاية تاكليها من طعمها من الآخر. المقادير: أنا عملت ب2 كيلو دقيق، بنضيف عليهم معلقة كبيرة ريحة كعك، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقتين كبيرة لبن باودر، و4 معالق كبار سمسم متحمص. دي المكونات الجافة، بنخلطها كلها مع بعض كويس قوي. وفي سنة ملح، هي انا نسيت اصورها في الفيديو. وهنا بنجهز الخميرة، بنحط 4 معالق كبار سكر وكيسين خميرة فورية. المقادير دي يا جماعة ل2 كيلو دقيق. لو هتعملي كيلو واحد بتاخدي نص المقادير دي. وبنضيف عليهم مية دافية وبندوبهم وبنغطيها وبنحطها في الميكروويف او في اي مكان مغلق دافي. مفيش دقيقة او دقيقتين وهتكون خمرت. احنا هنا بس بنختبر الخميرة. لحد ما نختبر الخميرة هنبدأ نضيف السمنة على الكعك. السمنة بمقدار 7 كوبايات مج سمنة او الكوباية اللي انا عايرت بيها دي على ال2 كيلو دي. السمنة انا كنت مسيحاها، هي دافية مش مقدوحة. عايزة تعمليها مقدوحة مفيش اي مشكلة، بس انا ما حبيتش اعملها مقدوحة علشان الكعك ما يجيبش حموضة او حموة على المعدة. بنبس الدقيق مع السمنة كويس قوي جدا بحيث يبقى كل فتفوت الدقيق متغطية بالسمنة. وبعدين بنضيف عليهم الخميرة اللي احنا اختبرناها، وبرضو بنقلب كله في بعضه. انا لو تلاحظوا انا ما احتجتش احط اي سوائل تانية. في ناس ممكن تحط سوائل لو حسيتي ان العجينة ناشفة، انما لا، انا حسيتها طرية جدا معايا ومتشربة كويس قوي، وما حسيتش خالص ان انا محتاجة اضيف اي سوائل تانية. بصوا انا بوريكم ازاي اختبرت العجينة. انت عشان تتأكدي ان العجينة مظبوطة بتاخديها بتكوريها كده في ايديكي وبتضغطي عليها من النص. لو لقيتيها شققت يبقى كده لسه محتاجة سمنة، انما لو لقيتيها ناعمة زي ما باين كده في الفيديو، كده بتكون خلاص مظبوطة. بنغطيها وبنسيبها بقى شوية. وقلت هنا هجهز الحشوة اللي انا هحشي بيها الكعك. انا هعمل حشوة كعك حشوة ملبن وحشوة عجوة. ضفت على العجوة مكعب زبدة، انا حطيتها في الميكروويف ثواني بس عشان الزبدة كانت متجمدة في التلاجة عشان تفك شوية. وبعدين بعجنها كويس قوي مع العجوة. وبعدين هنبدأ نكورها قطع صغيرة جدا على قد الكعكية، بحيث ان كل كعكية بيبقى جواها جزء من العجوة زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان هي تبقى جاهزة معايا. كورت العجوة كلها وجهزتها. ما تكونش كبيرة قوي وما تكونش صغيرة قوي، يعني تكون بحجم مناسب مع الكعك. الملبن هنعمل فيه نفس النظام، نفس اللي انا عملته مع العجوة. بنضيف له الزبدة وهنعجنها فيه كويس قوي، وهنكوره برضو قطع صغيرة زي العجوة كده بالظبط. حركة عجن الزبدة مع الملبن او العجوة دي بتخلي الحشوة بتكون طرية في قلب الكعكية، ما تنشفش منك في الفرن. بنجهز بقى قعدتنا والصاجات او الصواني اللي انا هعمل فيها، ونبدأ بقى نشكل. باخد كل قطعة من العجينة لما بتقعد بتحسي ان ممكن تكون نشفت شوية، بنطريها كده بين ايدينا علشان تطرى. ونبدأ اكورها واحط كده صباعي في النص، اعمل حفرة احط فيها الحشوة بتاعتي وبقفل عليها كويس قوي واكور قوي العجينة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين نعملها بالبصامة او التشكيل اللي انت عايزة تشكلي بيه ايا كان الكعكية. هنعمل واحدة كمان، بنكور الكعكية زي ما انتوا شايفين ونحط العجينة، وبعدين بنحط صباعنا نعمل حفرة كده في النص علشان نحط الحشوة بتاعتنا. وبنقفل عليها، نتأكد ان مقفول عليها كويس او من جميع الجوانب مفيش طالع من اي حاجة من الحشوة طالعة برا. وبعدين بنبصم العجينة ونحطها في الصينية او الصاج بتاعك. الصاج مش مدهون اي حاجة لان الكعك فيه سمنة بما فيه الكفاية. بعدين بتخبزيه في الفرن على درجة حرارة
180 في الرف الأوسط بيقعد حوالي 30 أو 25 دقيقة. بعدين بتطلعيه بتسيبيه يبرد تماما، ما تنقلهوش من مكانه، تسيبيه يبرد تماما عشان ما يتفتفتش منك. وبعدين بألف هنا وشفا. بصوا الكعكاية طرية وعاملة ازاي.